انت ليه دايما بتختار الأشخاص اللي بيوجعوك؟ ليه بتتمسك بالعلاقات اللي بتستهلكك وبتخليك دايما حاسس انك مش كفاية؟ الإجابة مش فيهم، الإجابة فيك انت. السر كله في إحساس مؤلم اسمه التعلق المرضي. التعلق ده مش حب، التعلق ده خوف متجذر جواك. خوف من انك تبقى لوحدك، خوف من الفراغ، خوف من ان محدش تاني هيشوف قيمتك الحقيقية. الخوف ده بالذات هو اللي بيخليك تختار أي حد يملى المساحة الفاضية، حتى لو كان الشخص ده هو اللي هيطفي نورك ويخليك دايما حاسس إنك في سباق مش بتكسبه أبدا. أنت لازم تعرف إن التعلق ده هو اللي بيخليك تلبس كمامة في وش علاقاتك كلها. أنت مش بتتصرف على طبيعتك، أنت بتتصرف كأنك بتأدي دور عشان الشخص ده ما يسيبكش أو ما يمشيش. بتخاف تتكلم عن وجعك، بتخاف تطلب حقك، بتخاف تقول لأ عشان ما تفقدهوش. بتتحول لشخص متاح على طول الخط، سهل الاستغلال، سهل التسامح مع الأخطاء اللي ما تتسامحش. عارف ليه بتعمل كده؟ عشان انت مقتنع من جواك ان قيمتك كلها مرتبطة بوجود الشخص ده في حياتك، ولو مشي انت هتتكسر ومش هتقدر تكمل. التعلق ده بيخليك تشوف ان الطرف التاني هو شريان الحياة، ولو اتقطع هتموت، وده إحساس كذاب ولازم نكشفه سوا. التعلق المرضي ده مش بيجي من فراغ يا صاحبي، هو بيجي من وحدة داخلية عميقة انت بتحاول تهرب منها طول الوقت. انت بتستخدم العلاقات كمسكن لوجع قديم، وجع ممكن يكون سببه غياب أب أو أم أو خذلان قديم خلاك تحس إنك مش مرغوب فيك كفاية. وبدل ما تواجه الفراغ ده اللي جواك وتتعامل معاه، بتفضل تدور على شخص تاني يعمل لك طبطبة خارجية تريحك. وده اللي بيخليك تفتح الباب لأي شخص بيطبطب عليك في البداية، حتى لو كانت الطبطبة دي خادعة أو مؤقتة، وبتيجي على حساب كرامتك بعد كده. عشان كده لازم نفهم إن العلاج مش إننا نلاقي حد، العلاج إننا نتصالح مع نفسنا اللي خايفة من الوحدة. أكبر تمن بتدفعه في التعلق المرضي ده هو كرامتك الذاتية. بتلاقي نفسك بتتصاغر قدام اللي قدامك، بتبرر أخطائه الغلط، بتلتمس له مليون عذر وهو ولا بيسأل فيك، بتتجاهل الإشارات الحمراء الواضحة اللي بتقولك اهرب من هنا بأسرع وقت. انت بتفضل مستني كلمة حلوة أو اعتذار أو اهتمام، وهو بيشوفك ضمان موجود ومش هيمشي مهما عمل. التعلق ده بيخليك مش بتعرف تميز بين الحب الحقيقي وبين الفتات العاطفي اللي بيحدفولك عشان تفضل في مكانك. لازم تفهم إن التعلق ده بيخليك تقبل بأقل بكتير مما تستحق روحك الطيبة، ودي أكبر خيانة ممكن تعملها لنفسك. التعلق ده دايما بيكون ليه وجه تاني خطير اسمه الابتزاز العاطفي. انت بتخاف من الوحدة، والشخص اللي قدامك بيكون عارف نقطة ضعفك دي بالظبط، فبيستخدمها ضدك عشان يخليك دايما تحت السيطرة. تلاقيه بيهددك بالبعد أو بيعمل لك العقاب الصامت عشان تجري وراه وتعتذر حتى لو انت مش غلطان. التعلق المرضي ده بيخليك عامل زي الدمية اللي بتتصرف عشان خيوطها ما تتقطعش، وعشان كده انت بتتحول لشخص بلا إرادة حقيقية. كل قراراتك مبنية على فكرة واحدة، إني لو عملت كده هيمشي. لازم نكسر الدايرة دي ونفهم إن الشخص اللي بيستخدم خوفك عشان يسيطر عليك ده عمره ما هيكون مصدر أمان حقيقي ليك. عشان تكسر التعلق المرضي ده لازم تواجه أولاً كذبة الكمال اللي عايش جواها. مفيش شخص في الدنيا عنده المفتاح السحري لسلامك وسعادتك. سعادتك دي مسؤوليتك انت بس، وقيمتك مش متوقفة على وجود حد أو غيابه. لازم تبدأ تتعلم ازاي تستمتع بالوحدة وتشوفها على إنها هدية مش عقاب. الوحدة دي هي فرصتك الذهبية عشان ترجع لنفسك، تعرف ايه اللي بتحبه بجد وايه اللي بتكرهه، وتكتشف هواياتك وشغفك اللي ضاع وانت بتجري ورا إرضاء حد تاني. ابني عالمك الخاص اللي محدش له سلطان عليه غيرك انت. العلاج الحقيقي بيبدأ لما بتدي لنفسك وقت حداد صادق على العلاقات اللي انتهت. ما تجريش من علاقة لعلاقة، ما تستخدمش حد عشان تنسى حد، ده اسمه ترقيع روحي وعمره ما هينفع. لازم تقف لوحدك وتبص لنفسك في المراية وتقول لنفسك أنا هنا وأنا كفاية. ابدأ ركز طاقتك اللي كنت بتهدرها على إرضاء الآخرين ورجعها لنفسك عشان تبنيها من جديد. ابدأ في تطوير مهاراتك وشغلك ودراستك.
لما بتشوف إنك بتنجز حاجات لوحدك الإحساس بالثقة بالنفس بيزيد، وهنا التعلق بيخسر قوته، لأنك بتكتشف إن قيمتك في إنجازك مش في ارتباطك. الفرق بين الحب الحقيقي والتعلق هو إن الحب بيدي حرية والتعلق بيدي قيد. الحب بيشوفك على حقيقتك وبيدعم نموك ونجاحك وبيخليك أحسن نسخة من نفسك. التعلق المرضي ده بيخاف من نجاحك وبيحاول يحجمك ويخليك دايما تحت سيطرته عشان ما تقدرش تستغنى عنه. لو العلاقة اللي انت فيها بتخليك دايما حاسس بالقلق والخوف والضغط، دي مش علاقة صحية، ده إدمان عاطفي. لازم تقول لنفسك بوضوح: أنا أستحق علاقة أمان مش علاقة خوف. أنا أستحق حد بيضيف لي مش حد بيسحب مني طاقتي وحياتي كلها. عشان تبدأ رحلة التحرر لازم تتعلم قاعدة ال5 ثواني شجاعة. لما عقلك يقولك أنت محتاج تكلمه دلوقتي عشان ما تخسروش، ادي لنفسك 5 ثواني بس عشان تقول لأ، أنا هعمل لحاجة لنفسي دلوقتي. ال5 ثواني دي هي اللي بتكسر الرد الفعل التلقائي بتاع التعلق. التعلق بيحب الفعل السريع الغير واعي، وشجاعتك بتيجي في فعل التأخير الواعي. ابدأ دلوقتي حول طاقة التعلق لطاقة تركيز ذاتي. كل ما تحس انك عايز تجري ورا حد، قوم اعمل 5 دقايق رياضة، او اكتب 5 سطور عن احلامك، او اتعلم معلومة جديدة. جزء كبير من التعافي من التعلق هو بناء جدار الحماية حوالين قيمتك. لازم تعرف ايه التصرفات اللي ما تتقبلهاش تاني ابدا. لو حد وعدك وما وفاش، لو حد قلل منك، لو حد تجاهلك، لازم تكون ردة فعلك مش اعتذار أو محاولة لإرضائه، لازم تكون بعد هادئ. التعلق بيخليك تفتح كل أبوابك للكل، لكن التحرر بيعلمك إن مش كل حد يستاهل دخول قلبك أو حياتك. لما بتحط حدود، أنت بتعلم الناس إزاي يتعاملوا معاك، وبتعلم قلبك إنه بيستحق الأفضل وما بيقبلش بالكسر والتجاهل. لما بتتحرر من التعلق المرضي، انت مش بتخسر حد، انت بتكسب نفسك اللي ضاعت، بتكسب راحة بالك، بتكسب كرامتك، بتكسب إحساس بالأمان الذاتي اللي عمر حد ما هيقدر ياخده منك تاني. انت بتتحول من شخص بيتسول القرب لشخص بيختار الوجود. ما تبقاش خايف من الوحدة دي هي اللي هتعرفك على نفسك بجد، وهي اللي هتخليك لما تختار حد تاني بعد كده هتختاره وانت كامل مش ناقص، هتختاره وانت مش محتاجه، هتختاره وانت حبه. وده هو الفرق بين الحب اللي بيستنزف والحب اللي بيكمل. انت لازم تسأل نفسك سؤال بسيط وحاسم: ايه مصلحة وجود الشخص ده في حياتك بجد؟ هل هو بيضيف لك قيمة؟ بيساندك؟ بتحس معاه بالأمان والسكينة؟ ولا هو مصدر قلق وضغط ودايما حاسس انك بتمشي على قشر بيض؟ التعلق بيخليك تخاف تبص بصدق على الإجابة دي، لكن رسالة الروح بتطمنك وبتقولك افتح عينك، ما تخافش تشوف الحقيقة، لأن الحقيقة دي هي مفتاح حريتك الكاملة. أي علاقة بتخليك بتخسر نفسك دي علاقة لازم تنتهي فوراً وبدون أي تردد. ابدأ دلوقتي اعمل لستة فيها: أنا كذا، أنا قوي، أنا بستحق التقدير، أنا شخص ناجح في شغلي، أنا متصالح مع نفسي. أنت بتعيد برمجة عقلك الباطن، وبتفهم إن قيمتك مش جاية من خارجك، قيمتك جاية من ذاتك. التعلق بيخليك تطلب القيمة من بره، والتحرر بيخليك تنتج القيمة من جوه. ابني ثقة داخلية قوية لدرجة إن لو أي حد مشي من حياتك تحس بالحزن الطبيعي مش بالانهيار الوجودي. أنت تستاهل تكون بطل قصتك، مش مجرد دور ثانوي في قصة حد تاني. التعلق المرضي هو في حقيقته إدمان عاطفي، بيشتغل بنفس طريقة إدمان المخدرات. بتحتاج جرعة اهتمام أو جرعة قرب عشان تحس بالراحة، ولما ما تبقاش موجودة بتشعر بالانسحاب والألم. عشان كده العلاج لازم يكون فيه فترة ابتعاد قسري عن مصدر الإدمان ده. الألم ده هو ألم الشفاء والتعافي. كل يوم بتعديه وانت مش بتجري ورا مصدر التعلق هو يوم بتكسر فيه قيود الإدمان ده. استمر في الشجاعة، لأنك بتقطع حبل بينك وبين ماضي ما كانش بيضيف لك أي حاجة غير الوجع. عبر عن اللي جواك دلوقتي. التعلق بيخليك تكتم مشاعرك عشان ما تخسرش حد، لكن التحرر بيخليك تقول اللي جواك عشان تكسب نفسك. ما تخافش تقول أنا محبط، أنا متوجع، أنا محتاج مساعدة. لما بتعبر عن مشاعرك انت بتفضي المساحة اللي جواك،
بدل ما تملاها بالتراكمات اللي بتجيب التعلق. التعلق بيعيش في الظلام وفي الكتمان، والتحرر بيعيش في النور وفي التعبير الواضح. ابدأ دلوقتي وقول لنفسك وللناس القريبة منك بوضوح: أنا هنا، وأنا مهم، ومحتاج تقدير حقيقي. في طريق التعافي هتيجي لحظات صعبة هتكون محتاج فيها قوة الاستغناء. هتلاقي نفسك بتبص ورا، بتفكر في الذكريات الحلوة، بتشك في قرارك. هنا لازم تفكر بوضوح: هل الأمان اللي كنت بتلاقيه معاه كان أمان حقيقي ولا مجرد تسكين؟ لو كان أمان حقيقي ما كانش خلاك توصل للمرحلة دي من التعلق. الاستغناء ده مش خسارة، الاستغناء ده عملية فلترة للروح، بتطلع منها الحاجات اللي كانت بتلوث صفائك الداخلي عشان تقدر تستقبل الحاجة النظيفة والصادقة اللي تليق بقيمتك. ما تخافش تسيب اللي بيوجعك. رسالة الروح ليك النهاردة بتقولك: أنت لست ناقصا تنتظر من يكملك، أنت كامل، ومحتاج حد يكتشف جمال الكمال ده، مش محتاج حد يجي يسد ثغرات انت واهم بوجودها. ما تبقاش خايف من الوحدة، لأن الوحدة بتعلمك قيمتك اللي كنت بتدور عليها في عيون حد تاني. اقفل باب الماضي بهدوء وافتح الباب لحياة جديدة بطلها انت وبس. كل خطوة بتاخدها بعيد عن التعلق هي خطوة سلام حقيقية لقلبك اللي تعب من المحاولة. التعافي من التعلق مش بيجي في يوم وليلة، ده رحلة بناء ذاتي مستمرة. لازم تكون صبور على نفسك، ما تلومش نفسك على الأخطاء اللي فاتت. انت كنت بتتصرف بالقدر اللي كنت فاهم بيه حياتك وقتها. الشفاء بيجي لما بتدي لنفسك الاحتواء والرعاية اللي كنت بتطلبها من الشخص الغلط. عامل نفسك كأنك طفل صغير محتاج حنان وطبطبة وأمان، وانت اللي هتوفر كل ده لنفسك من غير ما تكون محتاج حد خارجي. ده اسمه الاكتفاء الروحي، وهو أقوى حصن ممكن تبنيه ضد التعلق والمرض. عيش اللحظة يا صاحبي، ما تفكرش في اللي فات عشان ما تتوجعش، وما تفكرش في اللي جاي عشان ما تخافش. ركز في النهاردة وبس. النهاردة انت هتقرر انك مش هتجري ورا اي حد. النهاردة هتقرر انك هتحط حدودك. النهاردة هتقرر انك هتبدأ تبني عالمك الخاص. التعلق بيخليك دايما عايش في المستقبل بتخاف منه او الماضي اللي بتتمسك بيه، والتحرر بيخليك تعيش قوة اللحظة الحالية اللي انت فيها دلوقتي. استشعر قوتك الداخلية وقرر انك مش هتسمح لأي خوف يخليك تختار حد ملوش قيمة تليق بقيمة روحك. رسالة الروح ليك النهاردة: حبك لنفسك أهم مليون مرة من خوفك من الوحدة. ما تخليش التعلق المرضي يسرق منك حياة كنت ممكن تعيشها بسلام حقيقي. لو الرسالة دي لمست قلبك ما تنساش تدعم رحلة الروح دي. اعمل لايك للحلقة دي عشان توصل صوتنا لكل قلب موجوع، وسيب كومنت وقول لنا ايه هي أول خطوة هتاخدها دلوقتي عشان تكسر التعلق المرضي ده. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب اشترك دلوقتي عشان ما تفوتكش أي خطوة في خطة السلام. سلام عليكم.